أهلا بكم. لفظ البحر اليوم جثة طفل لا يتعدى عمره 6 سنوات كان قد غرق أمس الخميس في فاجعة انقلاب قارب تقليدي ليلتحق بوالدته على مستوى دوار الهواورة بشاطئ سيدي رحال إقليم برشيد، بعدما كان على متنه ما يفوق 40 مرشحا ومرشحة للهجرة الغير نظامية، وهو ما رفع عدد الضحايا إلى 4 قتلى إلى حد الآن. وكان عدد من الأشخاص ينحدرون من مدن مختلفة بالمغرب كالمحمدية والعرائش والقنيطرة والدار البيضاء ودول جنوب الصحراء على متن قارب تقليدي انطلق من دوار مهارزة بالجماعة الترابية البئر الجديد إقليم الجديدة متجهين نحو إسبانيا، إلا أن الماء تسرب إليه قبل أن ينقلب ويخلف 4 قتلى حتى الآن. واستنفرت مصالح الدرك الملكي عناصرها بكل من سيدي رحال، الشاطئ سرية برشيد، جهوية سطات، والمركز الترابي البئر الجديد سرية، وجهوية عاصمة دكالة، مؤازرة بعناصر القوات المساعدة والسلطات المحلية وطاقم تابع للوقاية المدنية، فضلا عن الاستعانة بطائرة مروحية ليتم إنقاذ 22 شخصا في حين ما زال مصير 20 مجهولا. وأعطت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات تعليماتها لعناصر الضابطة القضائية للاستماع إلى كل الموقوفين في إطار البحث التمهيدي للوصول إلى المشتبه فيهم أو فيهم المتورط في تنظيم العملية وتحديد المسؤوليات في الحادث لترتيب الجزاءات، فضلا عن استثمار نتائج التشريح الطبي لجثث الضحايا ال4 في الأبحاث الميدانية والتقنية لكشف جميع ظروف وملابسات الحادث.